وطن الجزائر. وكم نحن بحاجة إلى الثقافة الروحية مثل هذه المناسبة، لأننا تخلينا على بناء اللسان الذي هو أولا وقبل كل شيء روحي قبل أن يكون مادي. ومع الأسف المادة تغلبت على الروح في هذه العقود الأخيرة التي نعيشها. وبهذه المناسبة يحضرني غياب بعض العمالقة أمثال الدكتور أحمد لمين رحمه الله المتخصص في الشعر، ويحضرني كذلك رحيل العملاق القاسم حرزلة الشاعر، قد يكون شاعر وطني ولا حتى دولي، وهو الرجل الوسيم البطل الكريم. وهذه مدينة سيدي خالد معروفة بالشعر من عهد بن قيطون، وأظن قصيدة حيزية هي قصيدة يعني مش وطنية برك بل صبحت عالمية، وقل من تقارن قصة أو قصيدة مثلها. فإذا شكرا جزيلا للجمعية، وربي ينجحها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.